السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير من تشوفوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحريره المغربيه اللي ما كتخطى حتى شي بيت، خصوصا في رمضان. غادي نحتاجوا شويه ديال الحمص منقع ليله كامله. هنايا عندي القزبور والكرافس مفرومين، يعني قزبره بقدونس وكرفس. عندي بصله واحده مفرومه وطماطه. خوتي انا كنحاول، يعني كاينين ناس ماشي من المغرب اللي كيتابعوني، فلهذا كنحكي بهاد اللهجه هذه باش الكل يفهمني. صافي هنايا الا كان الملفوف تضيفوه، الا ما كانش عندكم بلاش. البهارات كنحتاج شويه الملح، شويه القرفه، زنجبير، فلفل اسود، والزيت نباتي، شويه زيت نباتي وشويه زيت زيتون. طماطه راح نطحنها، يعني يصير عصير طماطه. طنجره الضغط نضيف فيها الحمص بعد ما غسلناه. نضيف بصل مفروم، نضيف كرفس ومعدنوس وكزبره. الطماطه راح اطحنها ونرجع معاك. هنا راح نضيف قطع لحم، يعني بس قليله، مو لحم يعني كتير. البهارات قرفه تقريبا نص ملعقه صغيره، زنجبير، فلفل اسود، شويه ملح. راح اضيف زيت زيتون شوي وشويه زيت نباتي. بالنسبه للطماطه على حسب، كان الجدر كبير، يعني الناس كميه تريدي كميه كثيره، تخلين 4-5 حبات حتى 6 حبات طماطم. انا عندي جدر صغير، خليت بس 3 حبات طماطم كافي. راح اضيف مكعب من الملون الغذائي، شويه فلفل احمر حلو. بعد ما تقلت زين راح نضيف المي. طنجره راح نعبيها لهنا مدة تقريبا نص ساعة، بس نحس انه الحمص استوى والباقي المكونات نطفي. هنا تقريبا كاستين طحين نخلطهم بالمي. صافي هنايا بعد ما استوت الشوربة الحريرة، يعني اللحم استوى، الحمص استوى، الحين راح نضيف عليه طحين. بهذا الشكل، بس بسرعة لازم بس نصب الطحين والمي، نضل نخبط، يعني نحرك. لا تواخذوني من اللهجة، سامحوني. يعني بعض الكلمات بس اللي أعرفها وبعض الكلمات ما أعرفها. المهم نضل على التحريك، ما نوقف حتى الطحين ما يلزق
في قاع الطنجرة. راح اضل احرك لين ما تصير تغلي معانا، وارجع معاكم. هنا صارت تغلي طبعا مع التحريك. راح اضيف عليها معجون طماطة. الحين راح نضيف عليها شوية عدس وشوية شعرية. العدس اذا عندك عدس اسود ضيفيه. بالنسبة للحم اللي ما متوفر معه اللحم، ممكن يضيف مكعب ماجي. كيف نعرف الحريرة انه صارت جاهزة؟ هاي الرغوة شفتوها انه تختفي، بس نشوفها اختفت نعرف انه خلص الحريرة صارت جاهزة، يعني الطحين استوى. شفتوا الحين يعني كيف هاي الرغوة. انا راح اشيلها. كل ما تشيلوها ترجع تتجمع مرة تانية. شفتوا؟ بس تصير الحريرة تغلي وما فيها رغوة، يعني مثل هيك ما فيها رغوة، اعرفوا انه الحريرة صارت جاهزة. انا هنا مجهزة شوية بقدونس مع بصل اخضر، يعني قليل تقريبا شي ملعقتين كبار، فرمتهم حيل. راح اضيفهم على الشوربة. هنا على وشك انها يعني خلاص تستوي، راح اضيف عليها البصل الاخضر مع البقدونس حتى تظل نكهة وريحة طيبة في الحريرة. هنا راح نضيف نص ملعقة صغيرة سمن مالح، هذا سمن مغربي، وراح اضيف بيضة كاملة. راح نحرك. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال شوربة الحريرة. تيجي على هذا الشكل، تمشي مرفوقة مع التمر. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. نقول لكم بالصحة والراحة، وما تنسوناش البنات بلي لايك والاشتراك في القناة، ومع السلامة.